نصيحة صادقة ومشفقة نافعة للزوجة الموفقة لكي تعيش عيشة سعيدة عن البلاء والأذى بعيدة وتتقي الشقاء والشقاق ولا ترى التعليق والطلاق. تأدبي بحضرة الزوج ولا تجاوبي فيما أراده بلا، بل اسمعي وطاوعي وامتثلي والصوت فوق صوته لا يعتلي. وقصري اللسان لا تطيلي فطوله مسعر لويلي. فمن يطل لزوجها لسانها يقصر ببيت زوجها زمانها. ولا تشير عنده بالكف ساخطة بل أظهري للضعف وانأي عن الجدال والعناد فإنه على القلا ينادي. لا تجرحيه بسنان القول فإنه مستجلب للهول. كوني به ودودة ومشفقة محسنة في جذبه موفقة. تلطفي عند الكلام واخضعي وأسعدي في منظر ومسمعي. وأسمعيه كل قول طيب والمسك والأطياب لا تغيبي. أريه فيك رقة الإناث أغنيه عن مثنى وعن ثلاث. وحاذر التنكيد والتشكي ولا تمارضي ولا تشكي. وأكرمي أبا له وأما وإخوة وصحبة ورحما. قومي بأمر البيت والأولاد فتركه داعية الفساد. ولتطبخي في البيت دون ما كسل فإن طبخ البيت حلو لا يمل. لا تطلبي من مخبز ومطعم فذا مضر بالجيوب والفم. وعلمي البنات شغل المطبخ لا خير في بنت إذا لم تطبخي. لا تسمعي للمرأة الكيوت فإنها الخراب للبيوت. وحاذر المفسدة المخببة فبينها وبين إبليس شبه. كم أفسدت من البيوت ويحها وأذهبت بعد وئام ريحها. من طاوعتها لم تجد إلا الندم وكم بكت لا بالدموع بل بدم. وحاذري من فكرة النسوية فإنها مسمومة كالحية. تروم خلع الزوج والرقيب كيما تغيب دون ما حسيبي. تعقلي وإن كرهت واصبري ولا تزيلي منكرا بمنكري. ما كل بيت يبتنى بالحب بل بالتغاضي واغتفار الذنب. وكل بيت فيه ما يعكر كالملح فيه حاضر والسكر. لا تخرجي أسراره ولو لأب ولا تزيد النار وريا بالحطب. فكل خلف ظل في البيت يحل وما له إن جاوز الزوجين حل. إلا قليلا واصبري وصابري واعترفي بالنقص لا تكابري. وعظمي لمنصب القوامة تري عظيم الأمن والسلامة. وإن يكن منه قصور أو خطأ لا تسرعي لنقده حث الخطأ بل أمهلي حتى يكون في صفا وباحترام بيني لا بالجفا. ثم اسكتي مطرقة عند الغضب فذاك مطف للشرور واللهب. كوني له عونا على الظروف واقتصدي في الصرف والمصروف. كوني له في بيته كما يحب يكن لك المحب فوق ما يجب. للزوج حق وعليه واجب وسعيه إن لم يؤد خائب. أد الذي عليك ثم طالبي بالرفق والحسن بكل واجب. وإن يقصر فيك لا تقصري كل امرئ بحصد زرعه حري. ستحمدين الصبر لا تستعجلي والليل مهما طال سوف ينجلي. فعوض الرحمن بحر لا يحد في صحة وفي صلاح للولد. أما الثواب فثواب الصابر بلا حساب بل بجود الغافر. فاحتسبي ذا عنده تعوضي كم صابر عوضه حتى رضي. وأنت يا أختاه كل المجتمع
بالجمع، نصف بعد ثم نصف بالتبع، لأنك المسؤولة المربية لنصفه، فنعم تلك التربية. فمنك كل الخير فيه يغرس، على الرشاد والهدى يؤسس. فأنت مثل القلب للأجساد، أصل الصلاح منك والفساد. فإن صلحت صلحت أجيالنا، وإن فسدت قربت أجالنا. فاحتسبي وجاهدي، فأنت في ثغر به جيش العدو ينكفي. ثغر العقول سيد الثغور، من يحميه يسمى بالمنصور. فاصبري وصابري ورابطي، ولتتقي كي تفلحي وتغبطي. اصبري وصابري ورابطي، ولتتقي كي تفلحي وتغبطي.